الله والسلام على رسول الله. اهلا بحضراتكم في فيديو باذن الرحمن. ده اول فيديو ان شاء الله النهارده 28/4/2023. ده اول فيديو بعد عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير. الشغل اللي موجود النهارده انا قلت التاريخ 28/4 عشان اللي بيقول لي الفيديو قديم ولا جديد. الفيديو النهارده بالشاشات ال 22 و23 و24، كل الشغل 60 هرتز، غير متاح حاجه 75. ال 75 عندي فرز تاني. فاللي هنقوله النهارده 22 و23 و24 من اول 1150 لغايه 3000 جنيه، تمام كده؟ بعد ان شاء الله الرحمن ما الفيديو ينزل هبدا بقى اكتب، لان في موديلات الله اكبر، موديلات كتيره جدا، فكل شاشه ليها مواصفات، تمام؟ هبدا بسم الله باول شاشه ال 22 بوصه. الشغل كله ده اي بي اس اريتوجرافيك، كل اللي انا بعرضه حاجات اي بي اس، تمام كده؟ واللي بقوله برده ده الفرز الاول، في عندي حاجات كتيره فرز تاني وموديلات كتيره فرز تاني جت مش هعرضها. طيب بسم الله نبدا ب 22/14 اتش 1920 في 1200 دي اس ار جي بي 95%. الشاشه دي ممتازه جدا للفئه المتوسطه اللي هو عايز حاجه في رينج ال 1000 جنيه. دي الفرز الاول ب 1150 بالقاعده المتحركه، اسمها ديل بي 22/14 اتش فول اتش دي 1920 في 1080 بي ريزوليشن، اس ار جي بي 95%. فيها فيجا، المخارج اهي فيها فيجا وفيها ديسبلاي وفيها الدي في اي، 3 مخارج، تمام؟ ابعادها 16/9. دي اول حاجه 1150، يبقى دي اول شاشه هعرضها في ال 22 بوصه. طيب في موديلات ثانيه 22 الرجاله لسه بيطلعوا في الشغل، احنا لسه واصلين يعني يعتبر لسه راجعين من الاجازه ولسه بنجهز الشغل اهو. بالنسبه للفريم، طب الفريمليس عندي بقى في الفريمليس اتش بي اهي الاي 22 3 اي 22 3 الديسبلاي برضه نفس المواصفات، 1920 في 1080 60 هرتز 5 مللي، الاس ار جي بي هنا 94%. دي عامله كام يا محمد الفريمليس؟ 1650. 1650. الفرز الاول 1650، تمام؟ كانت ب 1600 اخر مره. طيب اهي اتش بي اي 22 3 الديسبلاي. زيها برضو الدل عندي البي 22/19 اتش، بي 22/19 اتش، عشان في منها حاجه فيها تايب سي اتش سي. برضو نفس المواصفات، 1920 في 1080 60 هرتز 5 مللي، اس ار جي بي 95%. نفس السعر؟ نفس السعر 1650 الفرز الاول. طيب اللي فيها بقى تايب سي بي 22/19 اتش سي، نفس الكلام اللي حاصل في ال 24. ال 22/19 في منها ال 24/19. ال 22/19 اتش سي اللي فيها تايب سي في منها برضه اهو ال 24 تايب سي. دي بكام؟ 1750 تقريبا، دي زايده 100 جنيه عشان التايب سي. برضه نفس المواصفات، كله فول اتش دي 1920 في 1080 60 هرتز 5 مللي، مخارج ديسبلاي اتش دي ام اي، هنا في زياده تايب سي. ده بالنسبه لل 22 ديل واتش بي، واول حاجه عرضناها اللي هي الديل. طيب نبدا بسم الله بال 24 بوصه، هنبدا من اقل حاجه لاعلى حاجه. التيرا دي انا لسه مش عارف مواصفاتها بالظبط، هنزل مواصفاتها وسعرها، هتكون برضو عامله حوالي 2200 جنيه. التيرا دي تقريبا فيها سماعات، فيها مخرج فيجا اسف ديسبلاي واتش دي، ودي بادابتور، يعني في رينج ال 2200 جنيه. طيب اللي معروف بالنسبه لنا سامسونج لسه جايه، معرفش ايه موديلها، ولا ده فيليبس برضو، في حاجات كتيره قوي. نبدا بالفريم الاول، نبدا بالفريم على طول قبل الفريمليس. الشاشه دي بقى ديل اليو 24/12 ام. الشاشه دي هي زد 24 اي، عشان ما فيش زد 24 اي كان عندي وخلصت، ولكن كمواصفات هم شاشتين دايما بنقول اي شاشه بتعملها ديل بتعمل زيها اتش بي، يعني الموديلات كل اللي في ديل موجود منه اتش بي. زد 24 اي هي اليو 24/12 ام 1920 في 1200 ريزوليشن 60 هرتز 5 مللي، اس ار جي بي 99%، ديسبلاي وفيجا ودي في اي، نفس المواصفات نفس المخارج نفس الابعاد 16/10. الفرز الاول ب 1500 بالقعده. الموديل الثاني اسمه ديل الترا شارب يو 24/12 ام، او بمعنى صح هي الشاشه الزد 24 اي. في ناس بتحب الزد، في ناس بتحب الالترا شارب، يعني هما الاثنين نفس الصوره نفس المواصفات نفس السعر. دي ب 1500. طيب اللي بفريم تاني سامسونج، دي اللي هي البي ال اس، الاس 24
دي 39. الشاشه دي بي ال اس برضو 1920 في 1080 60 هرتز، برضو ادابتور فيها اتش دي وفيها ال في. دي 1750 دي البي ال اس. طيب عندك بقى كام قطعه؟ في ناس كتير بقالها شهور مستنيه الوحش الياباني. الشاشه دي عملت لي ضجه على الشاشه دي ما شاء الله، الفيديو بتاعها جايب داخل في 1.5 مليون على الفيس بصراحه، يعني عامل له صداع لوحده. الان اي سي الياباني اللي قلنا بتشتغل كل حاجه، برضو من اقوى الشاشات في مصر. كنت عامل على السيمنز الالماني اقوى شاشه في مصر، نفس المواصفات، بل يمكن دي زياده ان فيها اتش دي. الشاشه دي 1920 في 1200 ريزوليشن، ابعاد 16 على 10، 1920 في 1200، اس ار جي 99%. احلى حاجه بقى ان هي فيها كل المخارج وفيها سماعات، والشاشه دي صناعه ياباني معروفه. الشاشه دي مشهوره جدا في مصر، كل اللي بينزلها حتى عارف ان هي ياباني، وبينزل الشاشه دي بالموديل ال 44 اي بي اس، تمام. ال 43 في منها موديل نفس المواصفات ولكن مش اي بي اس. فنيجي ناخد بالنا لما تيجي تدور على ان اي سي، الموديل اهو 24 4 دبليو ام اي، اللي مش اي بي اس 24 3 دبليو ام من غير الاي، بس كده. دي كام يا محمد؟ 1750 برضه 1750. الفرز الاول بالقاعده بتاعتها الاصليه اهي 1750. طيب ناخد بالنا بقى من موضوع الفرز الاول. ابو مريم احيانا مش كل الموديلات الحمد لله، احيانا بلاحظ عندك ان انت في ممكن يكون عندك 50 جنيه زياده او 100 جنيه زياده. بص موضوع الفرز الاول بما يرضي الله، الحمد لله احنا كنا بنعرف الناس من زمان او ايه هو الفرز الاول. انا لو اديت بكسلايه في الشاشه ولا حاجه سكرتشايه بحسبها فرز تاني. يعني ممكن مثلا واحد تلاقيها عنده ب 1650 ب 1600. طب راجع الفرز، انا بقول راجع الفرز، دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا من زمان بنقول المواصفات بالموديلات بالاسعار بالضمان، تمام كده. وبقول اي عميل، لان بصراحه بنتعب من موضوع الفصال. اي عميل قبل ما تجيلي بتعدي على 3 4 مولات ويجي 100 محل، من حق العميل ان هو يسال قبل ما يجي. لو لقيت الشاشه دي اقل 50 جنيه انا بقول للزبون انت اولى بيها، والله العظيم بجد. ضمان ربنا اللي يعلم بنعمل ايه في الضمان. كان في ناس زعلانه مننا من سنه عشان الخطوط، بدانا حتى نتهاوت شويه في موضوع الخطوط. انا بقول وكل الناس عارفه في الجديد والمستعمل ان الخط خارج الضمان، ولكن دلوقتي لما بيحصل في الوقت الحالي لما بيحصل حاجه فيها خطوط بنحاول مثلا ان احنا نشيلها او نبدلها او بنشوف فيها اي حل في النهايه عشان ما يبقاش الزبون زعلان وشايله الشاشه كلها. طيب ده كده بالنسبه للفريم. نبدا بالفريملس. اول حاجه هنبدا بالاتش بي ال 24. الاتش بي اللي بكاميرا انت نسيته. اتش بي اللي لا دي جوه محجوزه خلاص والله، واحده ثم متباعه. ماشي دي في الاخر. هنبدا بسم الله. هي ال 22 اللي عرضناها اهي، ال 24 بتاعها اسمها ال ديسبلاي اي 24 3 1920 في 1080 اس ار جي بي بتاعها 96%، 60 هرتز 5 مللي، 2200 الفرز الاول، تمام. برضو فيها فيجا، فيها اتش دي، فيها ديسبلاي. مش عايز اطول في الفيديو، عايز بس اقول الموديلات كلها. وفي الاخر برضو اللي مش يعني معلش اللي مش هيركز قوي في الفيديو هسيب لكم كل الموديلات مكتوبه بالاسعار والمواصفات. طيب الان اي سي موجود منها حوالي 10 شاشات. الان اي سي لا ما يكملوش 10، ما يكملش. احمد كان له 10. الاي او سي موجود منها شويه. الاي او سي ب 2200. دي الاي او سي برضو اللي هي كنت عاملها عرض قبل العيد، هي ب 2200. 24 بوصه اي بي اس فريملس، سماعات داخليه مع مخارج اليو اس بي، مع سماعات داخليه وكل المخارج. الموديل يا محمد انا نسيت الموديل والله لسه هيوصل من اجازه حالا وصاحي من 7 الصبح، فمش مركز في الموديلات. اي او سي اي او سي الموديل بتاعها اسمه 24 بي 1، تمام. 2200 الفرز الاول. بعد كده بقى شاشه جروب بيت المصورين اللي كانت 2400، جه منها قد ايه؟ حوالي 20 قطعة. موجود منها 20. طيب ال 24 0 بي اس ار جي بي 109%، 1920 في 1200 ريزوليشن. الاس ار جي بي هنا بتاعها 109، وكنت قلتها في كذا فيديو. كل المخارج وسماعات داخليه. عملت عليها عرض لجروب بيت المصورين. بصراحه كل اللي جه كميه مره 10 في مره 15 بفضل الله كله خلص. النهارده استاذ محمد بيقول لكم فيه حوالي 20 شاشه 2200 بدل 2400. العرض بتاع اللي هو جروب بيت المصورين وبالقعده الاصليه. الفرز الاول 2200. كل الشغل ده من غير كابلات، كل الشغل ده بدون كابلات. قول له ابو مريم بيصور و10 دقايق وهيكلمك عشان ما تزعلش.
ادي ال 24 الفليبس. طيب بعد كده عندي قول له مريم 10 دقايق هكلمك، بيسقف التليفون وبيصور. طب بس المدير بس. بعد كده عندي الفيجيتسو سيمنز الالماني التايب سي، وده جا منها حوالي كام؟ 7 8 صح كده؟ طيب اللي هي بي 24 داش 9 بي 24 داش 9 اللي هي سيمنز الالماني 1920 في 1080 60 هرتز 5 مللي، كل المخارج وسماعات داخليه وفيها تايب سي داتا وتايب سي شحن. اتش دي مع ديسبلاي مع فيجا مع تايب سي 2600 زي ما هي الفاز الاول بالادابتور. دي ادابتور. تقول لي سرع الوقت جري كام؟ 11 دقيقة. الشغل كتير مفيش مشكلة واحنا راجعين من اجازة، فعشان كده اتكومت علينا الفيديو. اهم حاجة مفيش اهم مشكلة. حاجة ادي الالترا شارب بقى اللي كله مستني يو 24 17 اتش. يو 24 17 اتش دايما بقول ان هي اعلى شاشة وافضل شاشة في ال 24 بوصة الاي بي اس الفريمليس، دايما بقول كده. طب عايزين حاجة زيها بعديها الديل البروفيشنال زيها برضو او قريبة جدا منها، مش هتلاحظ فرق في الفيديو في اللي هي اسف في السيمنز وفي الفليبس. 2300 الفرز الاول. انا بسرع اهو مش هقول لك حاجه تاني. معروفه اليو 24 17 1920 في 1080 60 او 75 5 مللي. طيب بعد كده عندي البي 24 19 اتش 2300 زيها نفس السعر. التكلفه اللي حكماني المفروض ان انا اميز مثلا دي عشان دي اعلى وتتباع بسرعه اقول 2.5 ولا 2400، لا والله هو حسب التكلفه. بي 24 19 اتش هي افضل ولا اليو؟ طبعا اليو. بعديها البي برضو 2300 بي 24 19 اتش. بعديها بي 24 19 اتش سي اللي فيها تايب سي زي ال 22 2600. بعد كده عندي بقى البي 24 22 3000 دي بالكابلات. دي الوحيده اللي معاها الكابلات، دي الوحيده اللي بطلع معاها كابلات الديسبلاي والاتش دي والباور، معاها الثلاث كابلات عامله 3000. بي 24 22 اتش اي برضه 1920 في 1080 60 هرتز، هي جديده عامله 9000 جنيه. الشاشات دي كلها جايه اصدار 2022 يعني بفضل الله كسر زيرو، بطلعها بضمان شهرين تيست استبدال في مكانك وسنه على البورده بالقواعد زي ما هي كده اهي. بعد كده عندي اخر حاجه هقولها في الفيديو ال 2K. موجود اخر قطعتين في الشاشات اللي هي ال 2K بي 24 18 دي برضه 3000 يعني ال 2K اهي. بنقول التكلفه بسعر الفول اتش دي بس دي احدث اصدار وفيها مخارج تايب سي. بي 24 18 دي 2K 2560 في 1440 60 هرتز 5 مللي، فيها ديسبلاي وفيها اتش دي ام اي. ودي اخر شاشه 27 لسه مش عارف اصور دول. في شاشتين 27 لسه ما اعرفش. ماشي قدامنا دقيقة مثلا. قدامنا دقيقة مثلا. في حاجات 27 سامسونج جت ماشي. مش عارف هم ايه اساسا. هنزل بيهم منشور على في الديسكربشن، هقول مثلا 27 موديل والمواصفات والسعر، بس دي مش اي بي اس، دي اللي ممكن تكون اي بي اس او بي ال اس. واشوفكم باذن الرحمن الناس اللي مستنيه 27 ال 4K يا اما الحد يا اما الاثنين باذن الله. اشوفكم باذن الرحمن في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.